بصوا حبايبي، الحمام الكداب اللي احنا عملناه ده معمول طبعا من الوراك، تحفه وريحته جميل، والصوص اللي نازل منه ده روعه. واقتصادي ومش صعب زي مثلا تحشي الحمامه تفرقع. دوت 1000000% طبعا مش هيفرقع، لان سهل وقفله سهل من غير اي خله او اي حاجه. واخدين بالكم؟ وطعمه طبعا جميل ومميز. يلا بينا نشوف الطريقه الجميله السهله دي اتعملت ازاي. يلا بينا يا حبايبي. بصوا حبايبي، هنعمل الحمام الكداب بكل سهوله. جبنا الفراخ طبعا الوراك، وخلينا الراجل يخليها كده زي ما انتم شايفين اهو، بعدد دقايق افراد الاسره. تمام. وهنا بصل فرمناه عشان نعمل الخلطه بتاعه الرز اللي هنحشي بيها. ودي ميه البصل، خدنا شويه من ميه البصل اللي احنا فرمناه علشان نحط عليها عصير طماطم ونسقي بيها الفراخ ونحطها في الفرن. تمام. هنعمل بقى الرز يا حبايبي دلوقتي. ميه البصل دي يا حبايبي حطينا عليها طبعا فلفل اسود وملح عشان ما نركنهاش كتير قبل ما نعمل ايه الرز. تمام. هنا هنحط البصل نشوحه كده تشويحه لحد ما يدبل. هنا بقى يا حبايبي هنحط ايه الطماطم على ميه البصل اللي احنا عملناها وتبلناها بالفلفل والملح، ونظبط الملح على بتاع الطماطم والبصل. هنا تبلنا البصله بالملح والفلفل وحطينا عليها طبعا دي ميه البصل. تمام. وحطينا عليها الطماطم صفيناها من التفل بتاعها، ودي بقى نركنها لاخر حاجه، لان ميه البصل مع الطماطم بتدي طعم جميل للفراخ. هنا البصل اصفر وبقى ذهبي، ننزل عليه بالرز. تمام. الرز ايه بقى؟ لكل ورك 3 معالق رز زي الحمام بالظبط لما بنيجي نعمله. وطبعا هنحط ملح وفلفل ونتبله كويس. هنا بنقلب الرز كويس بعد ما حطينا التوابل اللي عندنا كلها، بهارات، جوز الطيب، فلفل اسود، كمون صيني، اي توابل عندك يعني مش شرط، ممكن ملح وفلفل بس كفايه. بابريكا مدخنه عشان اللون الاحمر ده، او بابريكا عادي، وجوز الطيب زي ما قلنا، ونسويه نص سوا. تمام. يعني الرز اللي يحتاج كوبايه رز احنا كوبايه ميه سوري، احنا نحط له نص كوبايه ميه. ده الكلام ده عشان الحشو. تمام. نقلب شويه بقى لما البصل يخش في الرز والسمنه والتوابل، بعدين نزود الميه. هنا الرز ني لسه نص سوا. تمام. يبرد شويه ونحشي الوراك. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الوراك وهي مخليه، طبعا بندق عليها شويه عشان ايه تتفتح، وبعدين بيبقى فيه حته في الورك هنا اهو شوفوا دخلت فيها المعلقه ازاي. بيبقى الراجل بتاع الفراخ عاملها حلو كده ايه، بحيث الحته دي تبقى ايه يعني ممكن تحشيها رز. طريقه العمايل مش اي واحد يعملها، واخدين بالكم؟ اللي شاطر ممكن في بيخلوها في البيت، واخدين بالكم؟ دي تتملي رز وبعدين هنلفها ونشوف هتتعمل ازاي. بقى اي حاجه تدق عليها كده اهو علشان توسعيها. تمام. كل الوراك كده. هنا بقى يا حبايبي بصوا زي ما انتم شايفين حطينا الرز كده اهو بالطول، واخدين بالكم؟ وحطينا في الحته دي اللي هو سايبها بتاع الفراخ حطينا فيها رز. تمام. هنلفها بقى كده اهو. بعد ما نلفها هندهن صينيه سمنه ونخلي الحته المفتوحه لتحت في الصينيه. هوريلكم ازاي دلوقتي. بصوا يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده حطينا الفتحه لتحت، ولا قفلناها بخله ولا اي حاجه، حطينا الفتحه المفتوحه لفيناها حلو، ما دام معموله كويس هتتلف كويس. تمام. وحطينا في الصينيه زي ما تقولوا دهناها سمنه او زبده وحطيناها كده. نعمل الباقي ونشوف. هنا حبايبي بقى شوفوا
حشيناهم اهم كلهم، واخدين بالكم زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الوراك تبلناهم قبلها بشويه، يعني لو سبتيهم ليله مش مشكله، ساعتين 3 ببصل وملح وفلفل، وخلينا الفتحه لتحت. تمام. وزي ما قلت لكم بالظبط كل ورك عليه 3 معالق رز. هنا بقى طبعا الطماطم مع ميه البصل. انا طبعا ما بحبش الفراخ يبقى عليها دايما طماطم، تمام، لكن ديت الميه البصل اكتر لو تلاحظوا. ودول 3 طماطميات، 3 قطيات او 2، واخدين بالكم 3 طماطم بس. تمام. وده اللي هيخلي البصل الميه بتاعته طعم الفراخ بتبقى خطير. شوفوا يعني دي مش طماطم اكتر ولا حاجه، ده البصل. هنحطها بقى مع بعض على الايه الوراك اللي احنا حشيناها اهو زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، اهو كده اهو. تمام. حطينا بقى ميه البصل والطماطم على الفراخ ونغطيها بورق زبده وبعدين فويل وندخلها على الفرن. بعد ما تخلص نشيل الورق وناخد تاخد وش تحت الشوايه. تمام. اهو يا حبايبي بصوا، بعد ما شيلنا ورق الزبده والفويل نرش عليها منديل ونفتح الشوايه. ريحتها بقى خطيره والطعم بيبقى جميل جدا. بصوا حبايبي بقى لما خرج من تحت الشوايه، المنظر والريحه ما اقولكوش، طعمه خطير. اتمنى تجربوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.